السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، صحتكم مزيانه واحوالكم طيبه. اليوم بغيت نقدم معكم واحد الكيكه اللي كتجي معتبره كيكه باللبن، ومقاديرها سهله وكتجي زوينه، كتجي بحال البسبوسه، كتجي فازقه صراحه ومميزه واللوغو ديالها زوين. غادي نبداو بسم الله على بركه الله. عندي هنايا 5 ديال البيضات، كاس ديال السكر سنيده كبير، ساشيه ديال الفاني، جوج ديال البيكين باودر او الخماره حمراء، كذلك واحد 3 المعالق ديال الكوك يكونوا كبار، وغادي ندير زلافه ديال السميده، ومن بعد كنبقى نزيد الدقيق شويه بشويه، ونفس القياس اللي عبرت به السكر سنيده غادي نعبر به كاس ديال الزيت وكاس ديال اللبن او كاس ونص اللبن. كل ما ضفتوه مزيان، واخا ديري كاس كبير ديال اللبن يكون احسن. هادو هما المقادير. غادي نخلط البيض في الاول مع الفاني مع شويه مع حتى رتقه ديال الملحه، ممكن انكم ديروا تقشر ديال الحامض كيجيو زوينين. من بعد ما غادي نخلط البيض مزيان، غادي نضيف سكر سنيده والزيت واللبن، ومن بعد غادي نضيف الكوك والسميده وكذلك الدقيق كما كنقول لكم على حساب الخليط. خص الخليط ديالنا يجي خفيف، كيف ما عارفين ان السميده كتشرب يعني ما كتنشف الخليط. غادي نحاولوا نخليوها خفيفه بزاف صافي. من بعد غادي نديرها في الفران تكون سخون، يعني التاب ديال الكيكه عادي. الا بغيتو تسقيوها من بعد ما تخرجوها تقدروا تسقيوها، ما بغيتيش كدهنيها بالكونفيتير وتزوقيها بالكوك، يعني الطريقه عاديه والمتداوله. المهم ان الكيك كيجي زوين، كيجي خفيف وسهل، يعني المقادير ديالو سهله ومتوفره في كل بيت. هذا هو ليسونسيال. يلا بقاو معايا ان شاء الله في هذا الفيديو وفرجه ممتعه.